في نهار صيفي كان راجل سميتو يوسف الرادي كيدوز في العرعار ديال غابه نائيه في جهه كولورادو، حتى بدات كتجيه ريحه خايبه بزاف. زاد القدام باش يشوف منين جايه الريحه، حتى وصل لواحد البلاصه فيها فسحه وسط الغابه. تما لقى شي بلاصه بحال مخيم قديم. يوسف كان بعيد على اي بلاصه عامره، وصحيب يتصور شي حد غادي يدير مخيم تماك ويدير فيه مده طويله. دخل يوسف باش يشوف اش كاين، ومنين دار وجاب عينيه في وسط المخيم تصدم، بحيث شاف منظر خايب ما قدرش يهضم، وبان ليه بحال شي حاجه مزيفه. ولكن في الاخر فهم بلي اللي كيشوفه حقيقي. في ذاك اللحظه دور وجهه وهرب كيجري وكيغوت على المساعده. ولكن القصه بدات قبل هادشي بكتير. في ليله بارده بزاف نهار 8 فبراير 1874 كان راجل عنده 65 عام سميتو عمر السلاوي جالس بالعافيه وسط مجموعه ديال الرجال في واحد الواد في جهه غرب كولورادو. هاد الرجال كلهم كانوا كيقلبوا على الذهب، كيدوروا في الولايات الغربيه باش يلقاو الذهب. في ذاك الوقت كانوا محاصرين في ذاك الواد بسبب العواصف ديال الثلج اللي ما كتساليش، بحيث كل مره كانت كتجي عاصفه وكتخلي حتى ل6 اقدام ديال الثلج. وفي ذاك الليله عمر كان جالس كيشوف العافيه وكيستمع القصص ديال الناس، حتى وقف واحد منقب ديال الذهب سميتو سعيد بن حمد وبدا كيكلم الجماعه وكيقنعهم باش يخرجوا من الواد. ديك الساعه سعيد قال لهم باللي الطقس بدا كيتحسن والثلج بدا كيدوب، وعارف طريق قصيره غادي تخرجهم من الواد في 2 سيمانات وغادي توصلهم لمدينه بريكنريدج في كولورادو اللي معروفه باللي فيها الذهب بزاف. كان كيقول لهم بحال الا عندهم فرصه ديال الربح يخرجوا بكري ويربحوا الفلوس. منين سال سعيد الهضره ديالو سكتوا الناس شويه. عمر بدا كيشوف واش شي حد غادي يقدر يمشي معاه. عمر كان عارف باللي اغلب المنقبين ما كيبغيوش سعيد حيت كانوا كيعتبروه كسلان وصعيب التعامل معاه، ولكن عمر كان كيشوف السبب الحقيقي في شي حاجه اخرى. سعيد كان مريض بالصرع وكيطيحوا عليه نوبات، وهكا كانوا خايفين يمشيو معاهم ويطيح لهم وسط الطريق. لكن عمر ما كانش كيشوف سعيد عالة عليهم، كان كيشوفو ذكي وشجاع، ولكن ماشي حيت كيبغيها غادي يمشي معاه دغيا. بقى كيفكر، وفي وسط تفكيرو شاف عمر واحد الراجل غليظ جالس حدا العافيه كيهز راسو باش يقول لا ما تخرجوش دابا. من بعد وقف هذا الراجل مد يدو قدام سعيد بحال اللي كيقول ليه اسكت، وقال ليه الا خرجتوا دابا غيموتوا صحابكم كاملين. ومن بعد جلس وسكتوا الناس كلهم شويه. هذا الراجل ما كانش منقب على الذهب، كان مختلف عليهم، سميتو الشيخ موسى، وكان زعيم قبيله من قبائل الهنود الحمر. الشيخ موسى كان منقذ حياتهم قبل اسابيع، لقاهم تايهين في ذاك الواد على حافه الموت وسط الثلج والجوع، وعطاهم الماكله والماء وساعدهم يديروا مخير حدا النهر، وقال لهم يبقاو بلا حراك حتى يدوب الثلج في الربيع عادي يخرجوا. في الاول كانوا كلهم فرحانين ومتفقين باش يبقاو حتى للربيع، ولكن مع مرور الوقت بداو كيقلقوا وحاسين باللي الوقت كيضيع عليهم وخايفين يضيعوا فرص الذهب. اما عمر فعليه الضغط كتر حيت قال لعائلته هذه غادي تكون اخر مغامره ديالو في الذهب وما بغاش يرجع خاوي اليدين. منين اصر سعيد على الرحيل عمر حس باللي خاصو يغامر وقال انا غنمشي معاك، تبعوه 4 من المنقبين الاخرين. الشيخ موسى شاف باللي ما غاديش يقدر يغير رايهم، بدل المجرى ديال الهضره ولا كيشرح لهم الطريق ورسم لهم خريطه في التراب، وقال لهم خاصكم تتبعوا النهر وما تطلعوش فوق جبل سان خوان حيت الطريق خطيره بزاف. في الصباح بداو الرجال كيجمعوا حوايجهم باش يمشيو، وساعدهم واحد منقب اخر حتى نص الطريق بالحصان ديالو، ومن بعد خلاهم يكملوا بوحدهم. وفي طريقهم كانوا كيشوفوا الجبل الكبيره ديال سان خوان من بعيد، بقاو مايلين شويه للشمال باش يبقاو تابعين النهر وما يطلعوش للجبل. وفي نفس الوقت سعيد كان باين عليه البرد والحاله ضعيفه، حتى عطاه عمر ابريق ديال القهوه ديال الحديد اللي كان داير فيه الجمر باش يسخن يديه ويشعل العافيه وقت الحاجه. سعيد تشكر عمر بزاف، ومن بعد حتى هو خرج قرعه فيها الشراب وعطاها لعمر باش يشرب معاهم، وبقاو كيسيروا بجوج كيتبادلوا الشراب والابريق. ولكن بعد ساعات بدات الثلوج كترجع بقوه، واضطر هذا الراجل اللي كان كيعاونهم بالحصان ديالو يرجع وخلاهم يكملوا الرحله بوحدهم. وكلهم كانوا كيقولوا في بالهم خاصني نصبر غير 2 سيمانات ونوصل لبريكنريدج ونولي غني. ولكن ما دازوش ايام قليله حتى رجعت العواصف الثلجيه بكثره وغطت الواد والطريق اللي كانوا غاديين فيها بالثلج. دازوا 2 سيمانات وما وصلوش للنقطه اللي عينها لهم الشيخ موسى، ولا وصلوا حتى شي مخيم اخر. ما كان حتى حد عارف فين مشاو الا الشيخ موسى وبقيه المنقبين اللي بقاو في الواد. وفي نهار 16 ابريل 1874 من بعد شهرين ديال الرحله كانوا بعض المسؤولين في شي مركز عسكري كياكلوا الفطور في واحد الكابينه ديال الخشب حتى تفتح عليهم الباب بعنف.
دخل عليهم راجل شعره محلول والحيه كبيره كيشد بندقيه في ايد وحده والابريق ديال القهوه في الايد الاخرى، وعينيه كيدوروا بحال المجانين، باين عليه الضعف والصدمات. كان هذا الرجل هو سعيد بن حمد. شدوه المسؤولين، دخلوه، عطاوه الماكله والماء، ولكن بدا كيطرش من بعد، ما عندوش معده واقفه من شده الجوع اللي عاشوا هاد السيمانات كاملين. ومن بعد ما ريح شويه سولوه اش وقع ليه، غمض عينيه وتنهد وقال لهم باللي كان مع 5 د الرجال الاخرين وكانوا باغيين يمشيو لبريك نريد يقلبوا على الذهب، ولكن وسط الطريق جاتهم عاصفه قويه بزاف وما بقاوش عارفين الطريق، وقرروا يدوزوا من فوق جبال سان خوان عكس اللي نصحهم به الشيخ موسى. وفي وسط الجبال سعيد ما قدرش يلحق عليهم وقرروا يخليوه يموت بوحده. شافهم كيفاش غابوا في وسط الثلج وكان عارف باللي خلاوه يموت، ولكن ما ماتش. قضى قرابه 2 شهر كيدور في الغابه وسط الثلج كياكل الجذور والزهور وكيقلب على اي مأوى، وبقى كيشعل العافيه بالابريق اللي فيه الجمر، حتى انه في شي نهار طيب الصبابط الجلديين ديالو وكلاهم من الجوع. منين سال سعيد قصته سولوه المسؤولين: شي حد من صحابك جا هنا ولا بقى عايش؟ قال لهم: لا، انا بوحدي. المسؤولين ما خرجوش يقلبوا عليهم مباشره، حيت كانوا متاكدين باللي راهم ماتوا من مده، وحتى الا كانوا باقين عايشين ما عرفوش منين يبداو يقلبوا بلا سعيد اللي بوحده كان عارف الطريق. ولكن سعيد مازال مريض وما قادرش يخرج يقلب. بقى سعيد كيتعالج اسابيع، ومن بعد خرج مع فرقه يقلب على صحابه، ولكن ما لقاو والو، وبقات القضيه هامضه حتى لصيف ذاك العام. في 20 غشت 1874 كان الرسام يوسف الراضي كيدوز وسط غابه في غرب كولورادو، في المنطقه اللي كانوا فيها داك الساعه المنقبين. ومني كان كيدوز شم ريحه خايبه بزاف، تبع الريحه حتى وصل لواحد البلاصه فيها فسحه وسط الغابه. تما لقى شي بلاصه بحال مخيم قديم، مشى باش يشوف اش كاين، ومنين قرب تصدم ملي شاف 5 درجاي ميتين مطروحين على الارض في سطره واحده، كانوا هما المصدر ديال الريحه الخايبه. بالرغم من الصدمه لاحظ يوسف باللي هاد الرجال ما ماتوش موتة طبيعيه، واحد مقطوع عليه راسو والاخرين فيهم ضربات قويه في راسهم، والاغرب الجثث كان في حالات تحلل مختلفه، 2 منهم كانوا تقريبا عظام، و3 الاخرين باقين شحال من حاجه سالمه ومفتوحين في صدرهم بحال شي حد شرحهم بدقه بحال الجزار. قرب يوسف من الجثث ولقى عندهم موقد مطفي واثار طريق داخله للغابه. مشي تبع الطريق حتى لقى كوخ خاوي باين عليه شي حد كان ساكن فيه مده طويله، ومنين جمع راسو وفكر فهم باللي هادو ما تقتلوش غير هكذا، راه شي حد قتلهم وقطعهم وبدا كياكل لحمهم. يوسف خاف يمشي يلقاه القاتل راجع، خرج دفتر الرسم ديالو، رسم المكان وهرب جري باش يجيب المساعده. ومن بعد تحقيقات الشرطه تاكد باللي اللي قتل الرجال ال5 وبدا كياكلهم ماشي حد اخر، بل كان هو سعيد بن حمد بنفسه. من بعد ما خلوه اصحابه يموت تبعهم في الليل وسط الجبال، وفي واحد اللحظه هجم عليهم وقتلهم وبدا كياكل لحمهم. حتى الدابا ما عرفوا حتى حد كيفاش او وقتاش بالضبط قتلهم، ولكن التحقيق لقى باللي 4 منهم كانوا ناعسين منين تقتلوا. اما الخامس اللي كان هو عمر السلاوي صاحبه اللي كان كيعتبره بحال والده، كان بوحده اللي بان عليه دار مقاومه كبيره قبل ما يموت. سعيد ما بغاش يعترف باللي قتلهم كاملين، قال غير قتل واحد منهم دفاعا على نفسه، والبقيه قتلهم شي حد اخر، ولكن عمرو نقر انه كلا لحمهم، بالعكس قالها بصريح العباره البوليس انه بدا كيعجبو مذاق لحم البشر. وحتى من لقاو بجنب المخيم ديالو غزال ميت ما فكرش ياكلو، وبقى كيولي يرجع للحوم ديال صحابو. في النهايه تحكم على سعيد بالسجن 40 عام بتهمه القتل، ولكن في 1901 ملي كان عنده 92 عام خرجوه بعفو مشروط، ومنين خرج ولا نباتي وما بقى كياكل حتى شي لحوم، ومات بعد سنوات قليله. وهذه كانت القصه ديال سعيد بن حمد، الراجل اللي خلاوه صحابه يموت ولكن جا بأبشع طريقه ممكنه.